السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة كوكين ويد حنان. نتمنى هذا الفيديو يلقى لكم في احسن الاحوال وبصحة جيدة. اليوم ان شاء الله نقدم معكم كويرات ديال لادانت بيبي بطريقة بسيطة سهلة. كفتة ديال بيبي كتجي رائعة ولذيذة بزاف واقتصادية، كيطلع واحد العشاء ولا غدا اقتصادي زوين وكيعجب الوليدات الصغار والكبار. نتمنى منكم تدعموني وتساندوني، وخصوصا بعد واحد الغياب اللي كان لظروف صحيه. نتمنى من العائله الكبيره والصغيره احبابي كلهم صغار كبار يعاونوني ويساندوني، وشكرا. نبداو مع المقادير. كناخذوا في البدايه 3 ديال البصلات يكونوا كبارات، تقريبا 1 كيلو الا ربع هنا ديال البصله، 3 ديال الدروسه ديال الثومه. اللي عنده الهاشوار يقطع البصله بحال هكايا، والثومه يرميها حتى هي في الهاشوار، كتطحن بجوجهم في دقه واحده. ما كانش يمكن كنقطعوا البصيله صغيره والثومه حتى هي نفس الشكل كنحكوها. كناخذ انا هاد المقادير هادي تقريبا بحال كنقسم على النص، ولكن النص الكبير كيكون في المقله. وكنزيد هذيك الكفته ديال لاداند، ديروا قياسكم. انا درت هنا نص كيلو تقريبا، ناقصه منه غير واحد الكميشه صغيره، وجوج معالق ديال الابزار قزبر ومعدنوس، معلقه ديال سكينجبير، نص معلقه ديال الابزار، هنا معلقه ديال عطريه ديال الشاورما، شويه د الملحه تحميره. والعطريه الشاورما راه كتعطي واحد اللذه مع ديك البصله مع ديك واحد الكفته، كتجي رائعه بزاف. صافي وكنطحنوا هاد كنخلطوا هاد العناصر كلها حتى كتمتزج مع بعضياتها، كيسولي البصله مع كلشي كيجي لذيذ بزاف. كناخذ 3 البطاطات قطعتهم هكا مربعات صغار. الكفته ديالنا ها هي واجده. كناخذ المقيله كندير فيها هذيك البصله اللي كنت حطيت في الاول، كنزيد عليها زيت المائده، الزيت العاديه. وكنزيد واحد المعلقه كبيره ديال الزبده، اللي بغى يدير الزبده يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش. يمكن لكم ديروا حتى زيت الزيتون. انا درت هادو كتجي لذيذه اكثر. الزبده مع زيت المائده كتجي لذيذه اكثر. العطريه عندنا التحميره معلقه، قياسنا د الملحه، سكينجبير معلقه، قزبر يابس معلقه، والابزار نص معلقه. صافي وكنخلطوا هاد العناصر مع هاد البصله، هاد العطريه مع البصله. من بعد ما كتكون البصله هبطات يعني ولات دابله، صافي كنخلطوا هاد الشيء مزيان، العطريه مزيان. كنزيدو هاد البطاطا، كنحيدو من هذاك الماء كنكونو حاطينه في الماء باش ما يسكحلش. صافي كنزيدو واحد كاس حتى كاس الماء. صافي مع هاد البطيطه كنغطيو عليها واحد شويه. هانتوما راه العافيه راه مهيله باش مس باش مس باش مي باش طيب او ميم طو يبقى فيها داك المرق ديالها. صافي والكفته كنكوروها مزيان، كورو القياسات اللي بغينا، صغيره كبيره اللي بغيتو. هنا انا زدت لي طوماط سوريز، اللي بغى يدير لي طوماط سوريز يديرهم، اللي ما بغاش لي طوماط سوريز يمكن لكم تشدوا مطيشه وتنقيوها وتقطعوها صغيره. راه كتجي زوينه. راه كنهز شويه د المريقه مع الجنب، راه كندير بحال الشكل ديال الطاجين. كنهز المريقه مع الجنب كنزيد على الكفته. صافي وزدت شويه ديال زيت العود، زيت الزيتون. هانتوما راه كتبان بنينه، وهي بصح بنينه. انا كنزيد واحد الاضافه كتعجبني، وهي موتزاريلا. اللي بغى يديرها، اللي ما بغاش يكتفي غير بحال هكا مقيله عاديه بلا ما تزيدوا فيها الفرomاج. قزبر معدنوس كنحرمي عليها حتى الاخر. صافي كيتعلق هذاك الفرomاج مع ديك المقيله، كتجي لذيذه بزاف. وزدت كاع كملتها ودخلتها للفران واحد شويه على ما تحمرت هذيك الفريميج وديك الكفته. جات ألذ عشاء بسيط ساهل اقتصادي ما فيهش بزاف ومبدل. شي حاجه اللي مبدله زعما ما كتبقاش هذاك ديك الكفته طريقه الكفته ديالنا مع هكا خضره كتجي لذيذه.
والكفتة د لاداند اغلبيه الوقت كتكون ناشفه، راه فاش درت مع ديك البصيله وديك الثومه جات رطبه بزاف وجات رائعه. جربوها ما غتندموش، هاد الوصفه لذيذه بزاف ونتمنى مع اللي وصل معايا حتى لهنا الله يعطيكم الستر والله يعطيكم الخير. واحد الصبيع ما خسرتوا عليه والو، وكنتمنى لكم كل الخير وكل السعاده في حياتكم والصحه والسلامه ان شاء الله ليكم ولوليداتكم. وشكرا جزيلا، والى الفيديو الماجي ان شاء الله.